ماوس ليزر. خد ماوس ليزر. طب عاوز كيبورد عربي انجليزي. خد كيبورد عربي انجليزي. كل ما تريده هنا وكل ما ينقصك نقدمه إليك. لاصقة سحرية تقضي على البدانة، وأخرى تقضي على الرغبة في التدخين، أعشاب لزيادة المناعة، وأخرى لعلاج الأمراض النفسية. وعلى الرغم من هذه الفوضى لم تستطع أي شركة من شركات الإعلان عن المنتجات المزيفة آخر خاص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ونجحها في ابتكار جهاز جديد لعلاج فيروس الكبد الوبائي فيروس سي، وكذلك فيروس نقص المناعة المكتسب المعروف بالإيدز. المتحدث العسكري باسم الجيش أعلن أن القوات المسلحة حققت طفرة علمية باختراع جهاز يقضي على أخطر الفيروسات التي أثارت الرعب حول العالم، فيروس سي والإيدز. الجهاز السحري كشف عنه النقاب مؤخرا خلال مؤتمر صحفي عالمي بحضور الرئيس المعين ورئيس الوزراء المؤقت وقيادات من المؤسسة العسكرية الحاكمة. كومبليت كيور فور HCV لعلاج مرض فيروس سي، وكومبليت كيور فور HIV لعلاج مرض الإيدز. نسأل الله أن يخفف آلام ويشفي مرضى الشعب المصري بواسطة هذا الكومبليت كيور. وهكذا في أيام معدودات وبلا ألم حلت مشكلة فيروس سي والإيدز على يد هذا الكومبليت بيور الذي قال صاحبه العسكري إنه حصل على تصريح من وزارة الصحة، لكن وزارة الصحة التي تدرك مدى خطورة هذه الفيروسات التي زعم رجال الجيش قدرتهم على علاجها سارعت إلى نفي علمها بهذا الأمر، لكنها بالطبع لم تستطع أن تطلب من النيابة سرعة القبض على مخترع الجهاز المزعوم كما تفعل مع أصحاب الشركات التي تتلاعب بالمرضى. الجهاز الجديد لقى صدى واسعا بعد أن سخرت منه صحيفة الجارديان البريطانية الشهيرة، مؤكدة أن اختراع القوات المسلحة ليس له أدنى علاقة بالمنطق. الدعاية لهذا الجهاز الطبي الذي يقضي على أخطر الأمراض كما روج له مخترعه العسكري يعيد إلى الذاكرة الدعاية السياسية والإعلامية لصواريخ الظافر والقاهر والناصر التي أعلن عنها عبد الناصر خلال الستينات، وأعلن أنها ستدك تل أبيب في حال تعرضها لمصر، بالطبع قبل هزيمة عام 67، ولكن الجيش اتجه بعدها إلى الصناعات الخفيفة، المربى والخبز والجبن أيضا، وتباع هذه الصناعات في منافذ إنتاج في القاهرة والمحافظات، وأيضا يحضر حفل افتتاح هذه المنافذ قادة الجيش، ويقوم المشترون خلال انتظارهم الشراء بترديد تسلم الأيادي.